ازيكم يا ابطال؟ قبل ما نكمل التمارين لازم الاول نفهم كام قاعدة كده مهمة، وهي اولهم قاعدة الاشارات. القاعدة دي هتسهل علينا الحل وتخلينا ما نغلطش في اي مسألة بعد كده. ايه هي قاعدة الاشارات ديت؟ انا عندي مثلا لو اتنين، في الاتنين دي موجب ودي موجب، يطلع لي الإجابة إيه؟ 4. الأربعة دي اللي هي إيه؟ موجب برضو، يبقى الموجب في الموجب بيديني موجب. طب أنا لو عندي سالب في موجب، يعني عندي مثلا -2 في الاتنين، الإجابة بتطلع لي إيه؟ -2، يعني الإجابة هتطلع لك سالب. يبقى لما بضرب رقم سالب في رقم موجب الإجابة بتطلع لي بالسالب. طب لو أنا ضربت سالب في سالب هيطلع لي موجب، يعني أنا لو قلت -2 في -2، السالب مع السالب هيبقى -4. تقولي ازاي ده سالب في سالب، يعني المفروض يطلع لي سالب؟ لا، مفيش الكلام ده. يبقى عندي السالب في السالب هيديني رقم موجب. طب لو عندي رقم موجب في رقم سالب، يعني تعالى نشوف، عندي رقم الاتنين في سالب الاتنين هيديني ايه؟ هيديني رقم سالب، هيديني سالب الاتنين زي دي. يعني عندي سالب في موجب او موجب في سالب، كده كده بتديني سالب، وسالب في سالب بموجب، وموجب في موجب بموجب. سهلة جدا. يبقى عندي الموجب في موجب بيديني موجب، والسالب في سالب برضو بتديني موجب. اما بقى سالب موجب موجب سالب ايا كانت بتديني سالب. وبكده نكون خلصنا قاعدة الاشارات. افتكروها كويس لانها هتساعدنا في كل المسائل اللي جاية. ومع السلامة.